راهي 9 تاع الليل وتشهيت ماتيلدا كيك. كانوا غير يخرجوا لي فيديو عليهم ما كاش كيفاش نشهى حاجه ونخليها في خاطري. بزاف بنين ما تفهموش اذا براوني ولا كيك لازم تجربوه وتستمتعوا ليه بالبنه. اول حاجه ديروها تخدموا الكاناج. تحتاجوا 300 غرام كريمه سائله سخونه مع 300 غرام شيكولا نوعيه جيده استعملت هنا تاع الحليب. تحركوهم بيدكم ولا بالبغا ميكسور ونغلفوها ونحطوها في المجمد. في نفس الوقت نخدم الكيك فيه 4 حبات بيض رشه ملح ونطلعهم شويه. نضيف عليهم كاس سكر حتى يولي عندنا خليط كثيف. نضيف عليه لافاني كاس الا ربع زيت كاس الا ربع حليب. ملعقه بيكربونات الصوديوم تقدروا تستغناو عليها. 2 ملاعق كبار كاكاو بني وملعقه كبيره كاكاو اسود. 2 كؤوس فرينه وكيس خميره الحلويات وزن 10 غرام. نخلطهم من بعد نزيد كاس الا ربع ماء سخون. تقدروا تضيفوا له نكهه القهوه اذا حبيتوا والقوام يكون هكذا. نفرغوا في قالب استعملت قطر 22 سنتيم. تحبوا تقسموا الخليط على 3 اجزاء و3 قوالب كما درت انا كل قالب فيه شويه ولا تفرغوا الخليط كامل في قالب واحد. من بعد كطيب الكيكه تقسموها على 3 طبقات. ومعلومه ما تنساوهاش حجم القالب اللي تستعملوه يحدد لكم سمك الكيكه. هنا الكاناج كانت ماسك تحبوا تخليوه هكذا ولا ديروه كاناج مونتي باش يولي قوام خفيف. طبقات الكيك شربتهم بالحليب كما تقدروا نتوما ديروا الاضافات اللي حبيتوا كما القهوه ولا شيكولا بودره. اول حشو درت الكاناج مونتي والطبقه الثانيه ما كملتهاش شيكولا كما في الوصفه الاصليه. درت ذوق البوينو وما ندمتش كي درتو. زاد فيها وحده ذوق بزاف بنين. اللي ما يحبوش الشيكولا زايده على حدها جربوها هكذا. من بعد غلفتها كما راكم تشوفوا عشوائيا من بين الوصفات المتميزين في الذوق اللي جربتهم. قولوا لي في التعليقات اذا حبيتوها.